السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بإذن الله كده هنعمل روتين حلو جدا جدا. الروتين اللي لما تسيبي جوزك وابنك في البيت النتيجة هتكون ايه؟ النتيجة ان انت لما تسيبي شقتك فل شمعة منورة ترجعي تلاقي فيها دمار شامل. طبعا وبقى مخلصين الاكل بتبقي سايباهم عامله لهم اكلهم ومروقه لهم المطبخ ومروقه لهم الشقه كلها وترجعي تلاقي الدنيا مقلوبه. صلوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وندخل على الفيديو. اول حاجه انا طلعت حوالي كده اقل من نص كيلو لحمه واكتر من الربع بحاجه بسيطه. لحمه مفرومه كانت عندي في الفريزر فقلت ايه اعملها. اللحمه دي كان فيها برضو نسبه دهون فقلت ايه بالمره كده اعملها مكرونه بالبشاميل وكده. هتكون حلوة جدا لان طلبوا مني اكلة حلوة بعد ما جينا كده من الفرح. فطبعا مكان ما اكلين فول سوداني مكان ما شاربين اكلين الدنيا. بصوا طاجن الفاصوليا كل حاجة. طبعا هعمل لكم فيديو باللي انا كنت سايباه لولادي قبل ما امشي او لجوزي وابني قبل ما امشي واروح الفرح. الفرح ده انا بت فيه ليلتين. الليلتين اللي ايه اليومين اللي عدوا دول وما نزلت لكمش فيه فيديوهات. طبعا شايفين البصل. بصوا البصلايه صغننه جدا. البصل غالي وفي نفس الوقت صغير وحاجه كده تفرس. طلعت كده اتسليت قشرت شويه بصل عشان اعمل بيهم اللحمه المعصجه. طبعا انا بحط اللحمه الاول على النار بتبقى فيها نسبه دهون وعلشان تفك مني خالص ما تكلكعش مع البصل. وطبعا لما تحطي لها بصل بيبقى طعمها مسكر وحلو جدا. برضو ضفت كمان فلفلايتين حامين هما ما طلعوش حامين قوي وفلفلايه كده رومي بارده. فهضربهم كده في الكبه كده نص ضربه زي ما انتم شايفين. وهنا عايزه اوريكم ان السكينه بتاعه الكبه اتكسرت. الكبه دي اللي معمول لها ضجه كبيره جدا على الفيسبوك وفي كل مكان تلاقي الاعلانات بتاعه الكبه دي. تمام انا شكرت لكم فيها قبل كده هي ما شاء الله شغاله زي الفل وبتفرم على الرغم ان سكينتها مكسوره بتفرم. البصل حلو زي ما انتم شايفينه كده ما بتعصرهوش ويعني تمام التمام. بس يعني انا ضايقتني ان السكينه كده اتكسرت. انا اول مره انا يعني حظي قليل في الكبات. فسبحان الله حتى لما بجيب كبه بتكون ماركه وبتكون بنت ناس كده وحلوه برضو الاقي فيها مشكله وتبوظ عندي. هو اللي بوظني انا السبب فيه وش فقر مش السبب فيه الكبه. بعد ما حطيت البصل كده نرجع لمرجوعنا والاكله بتاعتنا كده وروتيننا اللي ما يعلم بالله ربنا. بصوا كنت عامله لهم في اليوم ده فاصوليا وباميه خضراء ورز ومصنفه لهم وعامله لهم نوع حلو وغاليه لهم اللبن قبل ما امشي. حتى العيش كنت مأمراه او مسخناه في الفرن وشايلاه. جيت لقيت ان حلل الاكل طبعا ما اكلوش الاكل كله فحلل الاكل كانوا سايبينها من بره ما حطاش في التلاجة والاكل اللهم لك الحمد نصه باظ. نص الاكل لو كانوا اخدوا في طبق مثلا او كده وشالوا الباقي في التلاجة. بس طبعا يعني الرجاله عموما ما بتعرفش تتصرف. انا ابني لسه في تانية اعدادي او رايح تالتة اعدادي وطبعا جوزي مش ملهوش في المطبخ ولا اني ممكن يفتش ايه اللي ممكن يتشال والحاجات دي. تمام هنا عصقت اللحمه والبصله خلاص دبلت وكل حاجه. حطيت حوالي كده نص من الشفشق بتاع الخلاط كده طماطم. احنا بنحب تكون ايه جوسي كده وحلوه. سلقت المكرونه وحضرت البشاميل. عملت معاكم البشاميل كذا مره في القناه برضو بس هعيد لكم لو حد مثلا اشترك عندي جديد فمش عارف انا عملت ايه. طبعا كالعاده بنسى ان انا اقول لكم اشتركوا في القناه وحطوا لي اللايك. اللايك بالله عليكم بيرفع الفيديو. ما تنسوش اللايك بالله عليكم يعني واكون شاكره لكم جدا لان بصوا قله التفاعل والله بيعمل احباط ويخلي الواحد كده ما يتشجعش انه يصور. فحطوا لي اللايك بالله عليكم. اللايك مش هيكلفكم اي حاجه خالص بس هيفرق معايا انا هيرفع لي الفيديو وهيشتغل ايه في محرك البحث بتاع اليوتيوب. بصوا هنا حطيت في البشاميل كمون وكزبره وفلفل اسود مطحونين. بحب اطحن الحاجه طازه بتبقى يعني ريحتها حلوه جدا. بالزيوت الطياره بتطلع لك ريحتها في الحاجه هي وطازه احسن ما تشتري من عند العطار توابل مطحونه جاهزه ما يبقاش ليها طعم او النكهه او الزيوت الطياره اللي فيها او نكهتها الشديده ما بتكونش موجوده لما تشتري التوابل ايه مطحونه جاهزه. حاولي تجيبي التوابل صحيحة وتطحنيها على حسب الطلب. ما تطحنيش برضو الكمية كلها وتركنيها في بطرمانات او في علب التوابل بتروح الريحة بتاعتها
ما بتبقاش قويه زي ما تكوني طحناها لسه طازه. حطيت جزء من التوابل اللي تفضليها، انا مش بايدك بحاجه معينه، اللي تفضليها في العصاج وفي البشاميل. البشاميل عملته على البارد، حطيت حوالي نص كوبايه من الدقيق على لبن بشوربه، وحطيت مكعب مرق، وحطيت كمان توابل، وحطيت معلقه ونص من السمنه، وقعدت اقلب فيهم كده بالمضرب السلك على النار لحد ما بقيوا بالشكل ده، كريمي وحلو وجميل جدا وطعم ونكهة. جربوه كده بيبقى خفيف. وبحط معلقة أو معلقة ونص من السمنة. تخيلوا معلقة ونص من السمنة في كمية البشاميل دي كلها، يعني أخف جدا من إنك تعمليه بسمنة. كنا الأول نعمله البشاميل في السمنة، الأول نحمره في السمنة، فكان ياخد كمية سمنة كتيرة جدا وزبدة، فبيبقى تقيل ودسم وكده. حاولي تعمليه برضو كده على البارد، بيبقى صحي وجميل وخفيف، وطعمه والله احلى كمان من اللي بتحمري في الدقيق. بصوا انا خدت الكميه المكرونه وحطيتها في البشاميل، وكنت واخده منهم حوالي مالي طبق كبير كده من البشاميل. وكمان يعني هحط عليه بيضه واقلبه كويس. ده الطبق اللي انا اخدته وركنته عشان احطه على الوش. لكن المكرونه هنا قلبتها بالبشاميل، وهحط نص الكميه والنص التاني من فوق. طبعا كلكم شطار وعارفين البشاميل بيتعمل ازاي، انا بس بشارككم يومي وبشارككم روتيني وبشارككم ايه اللي بيجرى في يومي. حطيت نص الكميه بتاعه المكرونه بالبشاميل كده في قعر الصينيه، وكنت حاطه لها كده حوالي معلقتين من الزيت في قاع الصينيه، وممكن ما تضيفيش يعني براحتك، كله ده اختياري. حطيت هنا نص الكمية وهحط العصاج. وفي الفترة دي بعد ما حطيت العصاج في نص الكمية من المكرونة، التليفون يعني الجو أجركم الله، يعني اللهم أجرنا من حر الدنيا والآخرة. ما استحملش حرارة المطبخ أنا واقفة فيه، فالتليفون قعد يديني إنذار إن درجة حرارة التليفون عالية جدا، فصل خالص على الرغم إن أنا كنت شحناه وكده. فدرجة الحرارة عالية بشكل فظيع، خاصة اليومين دول، يعني مفيش حاجة كده يعني بنتنفس منها. الجو مكتوم جدا وحرارة ورطوبة، يعني اللهم احفظنا، يعني ربنا يلطف بعباده. الله يكون في عون الناس اللي بتشتغل يعني بتجري على أكل عيشها كده، وبتشتغل أرزاقية كده طول اليوم في الشارع، ولا عمال النظافة، ولا الناس اللي شغلها صعب في الجو كده أو في الشمس. يعني ربنا يعينهم ويقويهم يا رب. زي ما قلت لكم بصوا، أنا كنت بعمل فيها راح التليفون فصل. فطبعا كلكم اساتذه وشطار، فعارفين المكرونه بالبشاميل اللي تتعمل ازاي، بس انا كنت حابه اوريكم طريقتي. هنا المكرونه بالبشاميل خلاص قربت تستوي. في فترة ما المكرونة كانت بتستوي نضفت الرخامة وغسلت المواعين. طبعا التليفون كان فاصل، فكنت متضايقة جدا ان انا مش قادرة اصور لكم بقية اللي انا عملته ايه. بس قدر الله وما شاء فعل، انا اديتكم فكرة إيه تعملوا ايه، يعني ما تضيعوش اليوم في ان تعملوا حاجة واحدة بس. ممكن تلمي بيتك وشقتك انتوا شغالة في كذا حاجة في وقت واحد. فربنا يا رب يبارك لكل واحدة عندها بنوتة حلوة تساعدها. انا برضو بناتي بيساعدوني، عندي بنتي في اولى ثانوي الحمد لله نتيجتها طلعت ونجحت، وعندي بنتي التانية اللي في ثالثة ثانوي ربنا يا رب يكرمها، دعواتكم ليها بالتوفيق وتجيب مجموع حلو جدا كده ان شاء الله يا رب، وقر عيني بيه، لان انا بدعي لها من كل قلب ان ربنا يكرمها وتجيب مجموع كويس. روتيني كده خلص، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.